السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكة. راه دخل عليكم هذا الشهر المبارك بالصحة والعافية وباش ما تمنيتو إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخوتي وجدت لكم واحد التحلية للسحور، هي اللي غادي تنفعكم صراحة. تحلية صحية 100%، بدون سكر، بدون نشا، بدون فلون. كيف كتشوفوا كتجي هكا عاقده، هي اللي غتخليكم نهار كامل تحسوا بالطاقه والحيويه، لانها كلها فوائد. نتمنى اخوتي انكم تجربوها، ولا جربتوا عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات والتعليق الزوينين ديالكم. دابا ان شاء الله غندوزو لطريقه التحضير والمقادير. هنا عندي كميه هنايا من الشريحات، تقريبا عندي واحد 12 12 الحبه ديال الشريحه، او ممكن 14 او ممكن 15، يعني حتى 15 كاع ماشي مشكل. الحبه غادي تقطعوها بهذا الشكل هكا كيف كتشوفوا على 4. بعد ما بطبيعة الحال تغسلوها أو تمسحوها، يعني اللي كاين اللي بغى يغسلها كاين اللي بغى يمسحها، لكم الاختيار. صافي من بعد كنوضعوها، أنا وضعتها في واحد الكاسرونة، ممكن توضعوها نتوما في أي إناء بغيتو. عندي هنايا 3 الكيسان بقياس كاس العنبة ديال الحليب طايب. نكبوه مباشرة على ديك الشريحة ديالنا، يعني مباشرة من بعد ما يغلى لينا وهو ساخن بزاف، يعني يكون طايب. كنضيفوه للشريحة ديالنا كيف قلت لكم، هنا 3 الكيسان ديال الحليب. صافي غادي نحركو الخليط ديالنا، ومن بعد غادي نغطيوه بواحد الصحن، وغادي نخليوه واحد المدة ديال نصف ساعة. آآ نصف ساعة بين ما يبرد لينا، ونعاودو نرجعو إن شاء الله نكملو باقي المراحل. هنايا بعد ما دازت نصف ساعة، نتوما غادي تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيولي. كنجيب الكأس ديال الخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا هكا، وغادي نفرغ فيه هذاك الخليط. كيف كتشوفوا شفتوا هذاك الحليب راه بحال بدا كيتجمع لينا، يعني تفاعل لينا مع المواد اللي كتكون في الشريحة ديالنا. صافي بعد ما كنفرغوا الخليط في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نضيفوا ليه 2 كيسان ديال الحليب البارد. هذا حليب بارد، 2 كيسان بقياس كاس العنبة ديال الحليب البارد كيف كتشوفوا هكا. صافي وغادي نجيبوا المولينكس ديالنا، وغادي نطحنوا هذا الخليط جيدا. نحاولوا نطحنوه مزيان حتى ما يبقاوش لنا، يبانوا لنا الحبيبات ديال الشريحه، ويبان لنا الخليط ديالنا انه يعني ولا خاتر، بحال غادي نصاوبوا شي عصير تماما، بحال غنصاوبوا عصير. وكيف شفتوا اخوتي راه هذا يعني واحد الخليط اللي هو صحي، كيف قلت لكم ما فيه حتى شي اضافات كيماويه او لا شي اضافات اللي تقدر تاثر على الصحه ديال الانسان. وهذا راه ممكن ديروه حتى في الفطور، ماشي ضروري يكون في السحور، ممكن ديروه حتى في الفطور. ولكن انا في الصراحه كنفضلو يكون في السحور، لانه فيه يعني الشريحه، فيه الحليب، يعني كيعطي واحد الطاقه للنهار كامل. وفيه واحد السكريات اللي هي طبيعيه، وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم السكر ممكن ياخذوه بطبيعة الحال. ما ياخدوش يعني كمية كتيرة، ياخدو واحد زليفة صغيرة ولا كاس صغير منه، راه صراحة فيه منافع كتيرة. هكا بهذا القوام كيف تنوريكم، ضروري يكون خاتر بحال هكا بهذا القوام. صافي غادي نجيب الكويسات ديالي ديال الفلون، وغادي نفرغ فيهم هذاك الخليط ديالي. وهنا غادي نوريكم القوام، هكا تيخص يكون القوام كيف كتشوفوا تيكون خاتر بحال هكا. صافي كنعمر دوك الكيسان دياولي. أنا الصراحة هنا درت غير 4، وباقي يعني تبقات ليا الكمية. غادي نعاود نفرغها في واحد الكاس آخر أكبر. وضروري ما غادي ناخدوهم من بعد على الثلاجة، غادي نخليوهم، ضروري نخليوهم في الثلاجة حتى يبردوا مزيان، تقريبا واحد 3 السوايع بحال هكاك، يعني توجدوهم على اتساع. يعني حتى تفطروا كاع ان شاء الله في شهر رمضان، تفطروا ووجدوهم وخليوهم حتى السحور، غتلقاوهم خليهم في الثلاجة، غتلقاوهم يعني بردوا ويعني شدوا راسهم. وهنايا غادي نوريكم كيفاش تنتحصلوا عليهم. ها نتوما راه يعني تيعقدوا تيشدوا راسهم. ها نتوما كيف كنوريكم، راه انا كنقلب كاع الكاس كيف كتشوفوا هكا، راه ما كيطيحوا ما والو، يعني يعني كيختاروا كيشدوا راسهم. كيف قلت لكم راه بدون استعمال نشا او فلون او حتى شي حاجه، هما ملي كيتجمعوا كيشدوا راسهم بحال هكا كيف كتشوفوا. صراحه طريقه سهله جدا، ماشي كيف شفتوا ما فيهاش شي تعب كتير، وما فيهاش شي مكون، يعني مكونين فقط اللي استعملنا في هذه التحليه.
وهنايا أنا كيف كنوريكم هنا زينتهم أنايا بشوية ديال اللوز كومكاسي محمر وشوية ديال الزبيب. بالنسبة للتزيين ممكن تزينوه اللي بغيتو، وباش ما زينتو بالمكسرات كيكون أحسن وكتكون يعني القيمة الغذائية ديالهم أكبر. يعني كاع المكسرات اللي عندكم اللوز أولا كاوكاو أولا كركاع أولا تمر مقطع أولا زبيب أولا فواكه جافة، وهانتوما كيف تنوريكم تنهز بالمعلقة راه يعني راه تيتهز يعني عاقد ومجموع، بحال إلا كتاكلوا شي فلان أولا كتاكلوا شي رايب أولا، صراحة كيجي لذيذ بزاف وزوين وحلو بدون سكر. نتمنى خوتي أنكم تجربوا هاد الوصفة هادي، وإلا عجبتكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى